رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. زي ما قلت لكم ان هنعمل تحدي رمضان 30 يوم مذاكرة. النهارده هقول لكم تفاصيل التحدي. ان شاء الله ال 30 يوم دول هنعتبرهم كمعسكر مذاكرة، كلنا هنذاكر مع بعض وهنشجع بعض عن طريق شوية حاجات كده هتكلم عليها جوه الفيديو. بس هقول لك كل التفاصيل دي بعد الانترو. التحدي مكون من 6 حاجات. انا عايزك تجيب ورقه وقلم كده وتقعد تكتب ورايا وتذاكر اللي انا بقوله علشان الموضوع مليان تفاصيل شويه. اول حاجه الورقه دي ورقه صممتها لكم 30 يوم رمضان. الورقه دي متقسمه ل 30 مربع من اول يوم الخميس لحد يوم الجمعه اللي هو يوم 30 اخر يوم في التحدي. المهم لو انت عندك برينتر في البيت او هتروح تطبعها في مكتبه مفيش مشكله، وهتبدا تكتب في كل مربع اللي انت انجزته في اليوم. يعني النهارده اليوم الاول هتكتب عند رقم 1 الحاجات اللي انت انجزتها، فيعتبر الورقه دي هتستخدمها في نهايه كل يوم. بس في اول اليوم هتستخدم حاجه تانية وهي التو دو ليست. التو دو ليست انا ما حطيتش ليها فورم معين او شكل معين زي ورقه التحدي، كل واحد يختلف هو بيستخدم التو دو ليست عامله ازاي. انا مثلا بكتب التو دو ليست او الحاجات اللي انا عايز انجزها في اليوم في ورقه، وبعد كده بشخبط على اللي انجزته. في حد تاني بيستخدم برنامج جوجل نوتس على الموبايل عشان موجود تشيك بوكس فيقدر يعمل التو دو ليست عنده على الموبايل. في واحد تاني بعمل مثلا كراسه للتو دو ليست، فعشان كده انا ما خليتش في شكل معين للتو دو ليست، ولكن المفروض في اول كل يوم هتكتب التو دو ليست بتاعتك. انت كده في اول اليوم هتكتب التو دو ليست، وفي اخر اليوم هتنقل اللي انت انجزته في ورقه التحدي. هنا كل اللي انا قلته ده كلام عادي انت ممكن تعمله من غير ما انا اقول لك عليه اصلا. ممكن يبقى في ناس كتيره هي بتعمله كده اصلا من غير ولا تحدي رمضان ولا اي حاجه، ولكن المهم هو الخطوه الثالثه وهي جروب التليجرام. جروب التليجرام هو جروب بعنوان يوميات طالب ثانويه موجود دلوقتي على التليجرام. طبعا كل اللينكات هقول لك هتلاقيها فين في اخر الفيديو. المهم الجروب ده عباره عن حاجتين: قناه التليجرام وجروب التليجرام. قناه التليجرام ده الوحيد اللي بيقدر ينزل فيها كلام هو انا، لان اللي بينزل في القناه التليجرام هو الادمن بس. فانا هنزل كل يوم حاجات تخص المذاكره والمتابعه ونصايح هتساعدك، يعني شويه كلام كده كويسين ممكن يفيدوك. ولكن الاهم في الموضوع هو جروب التليجرام. جروب التليجرام هو الجروب اللي ممكن اي حد يبعت حاجه فيه. الجروب ده هنستخدمه في ايه؟ هو ان كل واحد هينزل التو دو ليست بتاعته كل يوم. انا اول ما هبدا التو دو ليست بتاعتي دلوقتي كتبت الحاجات اللي عليا، هصورها وانزلها على الجروب. بعد كده في نهايه اليوم هنزل اللي انجزته خلال اليوم. التحدي ما يكونش انت قصاد نفسك بس، ولكن انت قصاد كل اللي بيشاركوا معانا التحدي. انت مش بس قدام نفسك انك خلصت 3 حاجات من ال6، ولكن قدام ناس كتيره، فغصب عنك انت هتكون عايز تعمل اكبر قدر من الحاجات عشان صورتك قدام باقي الناس المشاركين في التحدي تبقى كويسه. فالمفروض انت هتنزل التو دو ليست بتاعتك في اول اليوم وفي اخر اليوم لما تكون خلصتها كلها. هقول لك بعد شويه يومك المفروض يمشي ازاي، المفروض تصحى امتى وتنام امتى وتذاكر امتى وتروح الدروس امتى، فاستنى بس خليك معايا واوعى تفصل مني. رابع حاجه تنظيم وقت المذاكره بالبومودورو. دلوقتي بالنسبه للناس اللي كانت بتسال على لايفات الفتره اللي فاتت، للاسف انا مش هقدر اعمل لايفات الفتره الجايه. فحل القصه ديت والحاجه الحلوه في الموضوع ان ال10 لايفات اللي احنا طلعناهم لايف على القناه من اول ما بدات القناه لحد دلوقتي هم موجودين بابليك على القناه، يعني موجودين كانهم فيديوهات. فتقدر تفتح اي فيديو وتبدا تتابع البومودورو تايمر معايا اثناء الفيديو. ولكن كلايف انا مش هطلع لايفات للاسف. ولو انت مش عايز تفتح فيديوهات فانا ممكن كمان اسيب لك لينك البومودورو تايمر، الموقع اللي انا كنت بستخدمه للبومودورو اللي هو بيكون بيقسم الوقت 50 دقيقه مذاكره و10 دقايق راحه، تحت في الديسكريبشن تستخدمه انت لوحدك. فالاوبشن ده موجود والاوبشن ده موجود. اوبشن انك تتفرج على فيديوهات ستادي ويز مي ذاكر معايا، او انك تفتح بومودورو لوحدك تفتح التايمر قدامك موجوده. وعايز برضو على جروب التليجرام تشارك انت استخدمت كام بومودورو في اليوم، يعني انت ذاكرت 4 بومودورو 5 بومودورو 1 بومودورو، لان لو انت بتشارك انجازك كل يوم هتلاقي ان كل يوم انت عايز تأدي اداء اعلى. خامس حاجه، بما ان التحدي دوت
30 يوم، فدي فرصه قويه جدا جدا انك تلم اي ماده خلال ال 30 يوم دول. هتلمهم ازاي والجدول اللي هتمشي عليه ايه هو؟ هقول لك دلوقتي. فاكر الجدول اللي انا شاركته معاك التحدي اللي فات وقلت لك عشان توصل للجدول ابعت لي على الانستجرام او الفيسبوك؟ في ناس كتيره جدا بعتت لي ووصلوا لهم الجدول دلوقتي. بعت الجدول لرينج 300 400 طالب دلوقتي، ففي ناس كتيره معاها الجدول، بس في ناس برضو ما كانش عندها انستجرام او ما عرفتش توصل لي او ما عندهاش فيسبوك وانستجرام، فالمهم ما عرفتش ابعت لها الجدول. وفي ناس بعت لها الجدول بس للاسف الانستجرام بيقلل الجوده، فالجدول اللي معاهم جودته مش اعلى حاجه. فحل القصه ديت ان انا رفعت الجدول على جوجل درايف، فهسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن لموقع. هتدخل على الموقع دوت هتلاقي قدامك الثلاث اوبشنات: جدول علم علوم وجدول علم رياضه وجدول ادبي. هتدوس على اي جدول انت عايزه وهيوديك على جوجل درايف على طول، تقدر تنزل الجدول او تشوفه. ده بالنسبه لطريقه ازاي توصل للجدول. انا هسيب لك اللينك بتاع الثلاث جداول تحت في الديسكريبشن، هتلاقي لينك بيدخلك على الثلاثه يعني. المهم الجدول ده ايه هو؟ لو انت ما سمعتش الفيديو اللي فات، هو جدول بيقسم لك مذاكره المواد على 30 يوم. هو بيقول لك ازاي تلم المنهج كله في 30 يوم، كل المواد اللي عندك سواء علم علوم او علم رياضه او ادبي. فانت ممكن تاخد من الجدول ده ماده واحده، يعني مثلا تشوف ان اليوم الاول هيذاكر درسين فيزياء، اليوم الثاني نص الدرس الثالث مثلا، فهو بيقسم لك الماده على حسب 30 يوم. انت ممكن تاخد مادتين 3 من الجدول، ممكن تاخده كله، ممكن تاخد ماده واحده على حسب انت عايز ايه بالظبط. بس هو الميزه ان بيقسم لك المواد على 30 يوم زي ما انا قلت. سادس حاجه، دلوقتي انت يومك بنسبه كبيره شكله هيتغير. انا لما نزلت بوست هنا على القناه سالت الناس يومكم هيمشي ازاي، هتذاكروا من الساعه كام للساعه كام، ففي كومنتات كتيره جات لي. معظم الناس اجمعت على نظامين، في مجموعه من الناس هيمشوا بالنظام ده ومجموعه من الناس هيمشوا بالنظام ده. انا هقول لك عن النظامين وتشوف الانسب بالنسبه لك وتمشي بيه. اول نظام هو بيبدا يومه الساعه 12 بالليل، بيفضل يذاكر لحد الساعه 5 الفجر، فيعتبر الليل كله بيذاكر من الساعه 12 بالليل للساعه 5 الفجر. بعد كده بينام من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 12 الظهر، بيريح الفتره دي في يومه اللي هم رينج 6 ساعات، وده وقت كويس قوي للراحه. بعد كده بيبدا يصحى تاني الساعه 12 الظهر، ومن الساعه 12 الظهر للساعه 6 المغرب بتبقى مذاكره ودروس، لان الوقت دوت تقريبا فيه معظم المدرسين بيدوا الدروس من الساعه 12 الظهر للساعه 6 المغرب، فالفتره ديت بياخد فيها دروسه وبيذاكر. بعد كده من الساعه 6 المغرب للساعه 12 بالليل او 10 بالليل، الفتره ديت بيبدا يريح فيها وبيقضيها مع اهله واصحابه وكده. وبعد كده بيرجع تاني يذاكر من الساعه 12 بالليل للساعه 5 الصبح، وينام من الساعه 5 الصبح ل 12 الظهر، وهكذا والدايره بتمشي. فدي طريقه ودي طريقه مش وحشه خالص، وبيذاكر عدد ساعات كويس قوي، ففي ناس ممكن تلتزم بالطريقه ديت وتقدم معاهم احسن اداء يعني. وفي روتين تاني وانا شايف الطريقه ديت احسن على فكره، بينام الساعه 10 بالليل ويصحى الساعة 5 الفجر. الساعة 5 الفجر بيبدأ يومه، انك مع بداية الشروق، مع بداية ما الشمس بتطلع لنا انت بتبدأ يومك، فدي حاجة كويسة قوي. فمن الساعة 5 الفجر للساعة 12 الظهر هو بيذاكر، وبعد كده من 12 الظهر للساعه 6 بتكون دروس ومذاكره وكده، فمن 12 الظهر للساعه 6 بتبقى تقريبا دروس كده. من الساعه 6 المغرب لحد الساعه 10 بتبقى راحه وتقعد مع اهلك وتفطر، وبعد كده اليوم بيتعاد تاني انك هتنام الساعه 10 وتذاكر من الساعه 5 الفجر. انا شايف الطريقه الثانيه ديت طريقه ممتازه جدا، وارشحها يعني لاي حد هيذاكر في رمضان يذاكر بالطريقه ديت، لانه بيبدا يومه الساعه 5 الفجر وبينام بدري، يعتبر بينام الساعه 10 وبيذاكر عدد ساعات كبير جدا. فده روتين كويس قوي. بالنسبه للناس اللي كانت بتسالني الفتره اللي فاتت ايه رايك انزل سنتر ولا اروح دروس اونلاين، انا بصراحه دي وجهه نظري، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، بس اللي انا مقتنع بيه هو الاتي: ان لو انت بتنزل في سنتر متاخر جدا في المناهج وبتروح الدرس مش فاهم اي حاجه وبتضيع وقت، القيمه اللي انت بتاخدها من الدرس قليله، انت بتروح تفهم لك جملتين 3 ومش مجمع باقي المعلومات علشان انت متاخر في المنهج. فانا شايف انك ما تروحش الدرس احسن، وابدا اونلاين ولم بقى كل اللي فات عشان تكون فاهم الدروس الجديده بتتكلم عن ايه. لكن لو انت بقى سنتر ومش مراكم حاجه والدنيا ماشيه وفاهم كل كلمه بيقولها المدرس وبتستفيد فعلا من الحصه، فانت كمل سنتر زي ما انت مالكش دعوه. بس لو انت بتروح السنتر وشايف ان السنتر ده بيضيع لك وقتك، الساعتين بتوع الدرس مش بتستفيد منهم كلهم،
او على الاقل مش بتستفيد ب 50% منهم، لا حول الاونلاين حالا. الاونلاين محتاج التزام، بس لو انت اديته الالتزام دوت هيوديك لليفل تاني خالص، لانك هتلم كل القديم وممكن تذاكر وتراجع المنهج كذا مره، لان وقتك هيكون كله في ايدك. بالنسبه لكل اللينكات اللي انا اتكلمت عنها النهارده كلها هتلاقيها في الديسكربشن. انا هحاول اجمعها لك كلها في لينك كده مجمع تدخل عليه تلاقي كل جواه اللينكات كلها علشان تبقى الدنيا منظمه يعني. بس لو ما عملتش كده هتلاقي اللينكات كلها ورا بعضها عادي جدا. بدايه التحدي من بكره، فكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. المطلوب منك دلوقتي عشان تشارك في التحدي تدخل تنضم لقنوات التليجرام، قناه التليجرام وشات التليجرام او الجروب. القناه عشان انزل فيها التنبيهات، ولو في اي تعديلات في التحدي، لو في حاجه هضيفها في التحدي زياده هبلغها لكم على قناه التليجرام، وتنضم على جروب التليجرام عشان تقدر تشارك في التحدي. هتشارك بايه؟ هتشارك بالتو دو ليست بتاعتك كل يوم الصبح، وهتشارك بعدد البومودورز اللي انت بتذاكره. ممكن تكتب انا مثلا هبدا بومودورو دلوقتي لحد الساعه 5، وتشارك كمان التو دو ليست بتاعتك بعد ما تخلص اليوم، نشوف انت انجزت قد ايه. ولو انت حابب تنزل حاجات تانية، لو في ملخصات، لو في اي حاجه تانية شايفها هتكون مفيده لغيرك نزلها، انا ما عنديش اي مشكله انك تشارك حاجه زي كده. وان شاء الله كلنا في اخر ال 30 يوم يبقى الجدول ده كله مليان بانجازات، ونكون فخورين ان احنا انجزنا خلال ال 30 يوم كل اللي احنا عايزين ننجزه. التحدي دوت مش كاستمايزد، يعني مش متسيستم على حاجه معينه، على نظام معين، علشان ممكن كل واحد يكون حياته مختلفه. في واحد كل دروسه سنتر، كل واحد دروسه اونلاين، في اللي بيصحى بدري، في اللي بيصحى متاخر. عشان كده التحدي مش مصمم على شكل معين. واخر حاجه هقولها ان في ديسكريبشن كل الفيديوهات موجود الانستجرام بتاعي، فروح اعمل لي فولو هناك، عشان هناك ممكن اشارك شويه حاجات تبع التحدي كمان، وحاجات بتحصل في يومي ويوميات طالب ثانويه وحاجات زي كده. ولو انت عندك اي سؤال او استفسار ابعت لي على الانستجرام، هرد عليك بسرعه، ده اسرع مكان برد عليه. بس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجايه. ان شاء الله في محتوى قوي جدا هينزل الفتره الجايه، فلازم تتاكد انك مشترك ومفعل الجرس. ولو عجبك الفيديو ده تعمل لايك علشان نعمل فيديوهات اكتر. وكمان موجود دلوقتي انك تدعم القناه ماديا عشان نقدر نعمل محتوى بجوده اعلى، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. بما ان الناس اللي بتوصل لاخر الفيديو ناس قليله جدا، فانا عايزك تكتب في كومنت هشارك في تحدي رمضان عشان اعرف كام واحد بيوصل لنهايه الفيديو. فكل اللي وصل لنهايه الفيديو يكتب هشارك في تحدي رمضان، فنعرف كده كام واحد في الكومنتات. وبس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. بقولها تاني بس مش مشكله. كان معاكم ديفيد هاني، بيس. الفانوس ده قاعد طول الفيديو يطلع في الشياط اسود، انا مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، بس ربنا يستر وما يفرقعش. هو الفكره في التحدي ده ان الصعب فيه ان هو 30 يوم، يعني هو مش 7 ايام زي التحدي اللي فات. محتاج التزام ابن لذينه، لان في ناس كتيره هتلاقي الجمعه اليوم السابع الثامن كده، وتلاقي ايه، في يوم وقع منهم، في يومين، في 3، فهتلاقي في الصعب في الموضوع انك تكمل للاخر. بس ان شاء الله كلنا نكمل للاخر. يعني طول السنه بيسبب مشاكل كتيره، فهو الشاطر اللي يكمل من الاول للاخر ويبقى عنده اللي هو بيذاكر حتى لو متكسر ومتدمر نفسيا. وفي حوار جامد قوي في حوار النفسيه دوت، ازاي تحافظ على نفسيتك طول ما انت في ثانويه عامه. فممكن ابقى اعمل فيديو عن الحوار دوت. شهر رمضان هي فرصه انك تبدا تغير في نظام حياتك، تغير نظام تفكيرك، تغير نظام مذاكرتك، تبدا تحدي جديد مع نفسك ومعانا كلنا، ويكون مستواك دلوقتي هنا في اخر التحدي يوصل لكده. يعني فاهم، فرصه للتغيير، فاستغل هذه الفرصه، وانا هستغل هذه الفرصه، ونتمنى من كلنا نستغل هذه الفرصه العظيمه. وايه اللي انا بقوله ده؟ لازم هتلاقي ان الموضوع صعب في الاول. يعني انت هتلاقي بتذاكر ماده مثلا واحده في اليوم بدل ما انت كنتش بتذاكر خالص، والماده ديت بتنجز فيها عدد اسئله قليل. يعني مثلا لو قدامك واجب 50 سؤال ممكن تقعد فيه 4 ساعات عادي جدا، لان انت مش متعود على عاده المذاكره. المذاكره هي عاده وانت لسه بتبنيها يعتبر لاول مره، حتى لو كانت عندك من فتره بس انت بقالك فتره طويله مريح، فانت يعتبر بتبني العاده من اول وجديد. فطبيعي جدا انك في الاول تبقى بطيء في المذاكره، بتزهق من الموضوع بسرعه، بتقوم من على الكتاب كذا مره، بس المهم انك ما تستسلمش للقصص ديت وتكمل يعني. ومع الوقت هتلاقي انك بقيت سريع. يعني هما الايام الاولى بس، بعد كده لو انت فضلت مستمر هتلاقي الموضوع مختلف يعني. رمضان كريم.